النادي الأهلي يفوز على الترجي التونسي في مباراة العودة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12 في تاريخه، والثاني على التوالي، والرابعة في آخر 5 سنين. ويبدو أن كأس أفريقيا يعشق هذا الشعار، شعار النادي الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدا معاكم الفيديو، يا ريت ما تنسونيش اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. عايزكم بس تكتبوا لي في الكومنتات وتباركوا لي على فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا، ويلا بينا نخش على الفيديو على طول. ويبدو ان حظ الالقاب والكؤوس هي هوايه النادي الاهلي المفضله بصراحه، يعني اصرار وعزيمه وروح الفانلة الحمراء هي اللي كسبت النادي الاهلي النهارده. وعايز اقول لكم على حاجه بخصوص روح الفانلة الحمراء بتاعت النادي الاهلي. الكابتن طارق دياب محلل تونسي على قناه بين سبورتس قال كلام حلو قوي على النادي الاهلي بخصوص روح الفانلة الحمراء. الكلام اللي هو هيقوله ده لما يكون النادي الاهلي كسبان ومأداش في المباراه. قال لعيبه النادي الاهلي مش هما اللي بيلعبوا، شعار النادي الاهلي هو اللي بيلعب، اسم النادي الاهلي هو اللي بيلعب، وتاريخ النادي الاهلي هو اللي بيلعب. شوف ديت بقى، حتى لو لعيبه النادي الاهلي في ماتش ما هماش موفقين، النادي المنافس بيخاف من الشعار، بيخاف من شعار النادي الاهلي، وبيخاف من اسم النادي الاهلي، وبيخاف من تاريخ النادي الاهلي. ده كان تصريح الكابتن طارق دياب. اي نعم النادي الاهلي ما اداش في المباراة، ولكن هذه المباريات تكسب ولا تلعب. نروح بقى على الجون بتاع النادي الاهلي. رامي ربيعه هو اللي احرز الهدف للنادي الاهلي طبعا، بس الهدف ما احتسبش لرامي ربيعه، الهدف احتسب هدف ذاتي، لان المدافع بتاع لاعب نادي الترجي هو اللي احرز الهدف في مرماه. الكره كانت من بدايتها خالص، كانت ضربه ركنيه للنادي الاهلي. كريم فؤاد هو اللي رفعها، ورامي ربيعه لعبها بدماغه، خبطت في رجل نادي الترجي، خبطت في رجل لاعب نادي الترجي التونسي، ودخلت في مرمى نادي الترجي التونسي. ودي كان الهدف الوحيد، والنادي الاهلي فاز بعد هذا الهدف. هقول لكم بقى على احسن 2 من وجهة نظر انا لعبوا مع النادي الاهلي النهارده، وهم اكرم توفيق وامام عاشور. اكرم توفيق يا جماعه اللي هو وحش في خط الوسط مع النادي الاهلي. اكرم توفيق مع النادي الاهلي في خط الوسط، تحس ان خط الوسط بتاع النادي الاهلي مليان لاعيبه، ما فيهوش لاعب واحد بس. ان هو اصلا يعني بسم الله ما شاء الله، يعني وحش في وسط الملعب اكرم توفيق. فتحس كده ان وسط الملعب بتاع النادي الاهلي مليان لعيبه. ده بالنسبه لاكرم توفيق. اللاعب التاني معايا امام عاشور. امام عاشور يا جماعه الكره في رجله مختلفه، انا بستمتع لما الكره بتروح عند امام عاشور. الاستلام، الباصه بتاعته، تغيير الملعب من الشمال لليمين. بصراحه امام عاشور مع النادي الاهلي في خط الوسط لاعب متكامل، ولكن انا بنتظر من امام عاشور اكتر من كده. عشان خاطر كده انا امام عاشور حطيته من وجهه نظري انا اللاعب رقم 2 بعد اكرم توفيق، لان طبعا اكرم توفيق طبعا كان مكلف بادوار دفاعيه في وسط ملعب مع النادي الاهلي، وبالفعل قطع كورات كتيره جدا من اقدام لاعبي نادي الترجي التونسي. عشان خاطر كده اكرم توفيق خد رجل المباراه او مان اوف ذا ماتش. انا طبعا بقول مبروك طبعا للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، وبالاخص 2 لاعيبه مع النادي الاهلي، امام عاشور ووسام ابو علي، بما ان هما الاثنين لسه اول بطوله قاريه ياخدوها مع النادي الاهلي. وسام ابو علي وامام عاشور. وان شاء الله ما تكونش اخر بطوله باذن الله. وطبعا عوده حميده اليو ديانج بعد غياب 4 شهور، يرجع لنا النهارده مع النادي الاهلي ويلعب حوالي ربع ساعه كده او تلت ساعه. ده بالنسبه لاليو ديانج. نروح بقى على مارسيل كولر واحصائياته مع النادي الاهلي منذ انضمامه للنادي الاهلي السنه اللي فاتت. مارسيل كولر مع النادي الاهلي تاني سنه على التوالي يحقق دوري ابطال افريقيا. كده هو خد مع النادي الاهلي 8 بطولات، منهم بطولات قارية ومنهم بطولات محلية، وكمان 22 مباراة متتالية مع النادي الأهلي دون خسارة في دوري أبطال أفريقيا، 15 فوز و7 تعادل. ده برضو رقم قياسي مع النادي الأهلي.
اروح لمصطفى شوبير. مصطفى شوبير برضو رقم قياسي، يعني 9 مباريات مع النادي الاهلي متتالية دون استقبال اي هدف. على فكرة مش من السهل خالص انك تعدي 9 ماتشات مع 9 ماتشات من غير ما تستقبل اي هدف، وخاصة انت مش بتلعب في بطولة محلية، انت بتلعب في دوري ابطال افريقيا، يعني عدى عليك ربع نهائي ذهاب وعودة، ونص نهائي ذهاب وعودة، ونهائي ذهاب وعودة. يعني مش من السهل خالص. يعني كلين شيت بصراحة 9 ماتشات لمصطفى شوبير. أنا طبعا يعني أنا كده مطمن على مستقبل حراسة مرمى النادي الأهلي في المستقبل إن شاء الله. بس أنا طبعا متخوف من حاجة واحدة بس، إن طبعا محمد الشناوي لما يرجع مصطفى شوبير طبعا يقعد دكة لفترة طويلة، ولا قدر الله محمد الشناوي لو حصل له حاجة ومصطفى شوبير رجع يلعب تاني، ما يبقاش في نفس المستوى اللي كان بيلعب به الايام ديت. فطبعا يعني كل التوفيق طبعا لمحمد الشناوي، وكل التوفيق طبعا لمصطفى شوبير. وبس كده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. اتمنى من اي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. والسلام. ختام.